ورجعنا ليكم بفيديو جديد من سلسلة فيديوهات اعرف قسمك، وهنتكلم النهاردة عن قسم بيجمع ما بين دقة الكيمياء وقوانين الفيزياء. قسم يفهمك المادة من جوه والطاقة اللي بتحركها. هو قسم كيمياء فيزياء، وعشان تدخل القسم ده فانت محتاج تنجح في كيمياء 101 وكيمياء 102 وفيزياء 101 وفيزياء 102، ولازم تكون جايب تقدير جيد في مادتين منهم على الأقل، وكمان ملهوش GPA معين، يعني تقدر تدخله بأي تقدير. تعالى بقى ناخد جولة في المواد اللي هتدرسها في القسم ده. هتاخد كل مواد الكيمياء العادية بالإضافة لمواد الفيزياء المتخصصة زي الفيزياء النووية، ودي هتفهم فيها ازاي النواة بتشتغل ودورة المفاعل وتوليد الطاقة من اليورانيوم زي مفاعل الضبعة في مصر، وكمان ازاي بنستخدم الفيزياء النووية في علاج السرطان أو تصنيع القنابل النووية. هتاخد فيها مادة اسمها أوبتكس، ودي هتدرس فيها الضوء وطبيعته الموجية وكمان الجسيمية وازاي بنتحكم فيه وبنستخدمه في النظارات السينمائية مثلا. هتدخل معامل الإلكترونيات، ودي هتتعلم فيها عملي عن الدايود والترانزستور والدوائر الإلكترونية المختلفة. هتاخد كلاسيكال ميكانيكس 1 و2، وهتعرف فيها قوانين نيوتن وكل ما يخص الحركة والطاقة في حياتنا. هتاخد حاجة اسمها كوانتم، ودي هتدخل عالم الفيزياء والكم، وهتفهم أساس الفيزياء الحديثة. ده غير إنك هتاخد لغة برمجة زي السي بلس بلس، ودي عشان تفهم البرمجة الأساسية المطلوبة في الفيزياء الحديثة. وما تخافش، هتاخدها في تالتة بعد ما تكون درست حاسب وجافا. وكمان ما تقلقش، القسم ملهوش مشروع تخرج. طب كده خلصنا المواد، ندخل بقى على حاجة جديدة. هنتكلم شوية عن التدريبات المتاحة ليك. عندك تدريبات قسم الكيمياء العادي زي معامل التحاليل والمستشفيات وشركات الأدوية، كمان مع تدريبات الفيزياء زي شركات الكهرباء والطاقة وشركات البترول ومعامل الأشعة والمجالات النووية وشركات الطاقة المتجددة. طب ايه الدبلومات المتاحة ليك؟ عندك دبلومة الكيمياء زي الكيمياء الحيوية والكيمياء التحليلية والكيمياء العضوية التطبيقية والكيمياء الكهربائية، وعندك دبلومة الفيزياء زي فيزياء إشعاعية وفيزياء الحسابات والمفاعلات النووية والطاقة الشمسية وعلم المواد. طبعا انت هتقولي طيب بعد ده كله انا هشتغل ايه؟ استنى على رزقك يا علومانجي، هقولك على اللي يخلينا نمسك الأخضر. في عندك مجالات كتير زي مثلا معامل الأشعة ومعامل التحاليل وشركات الأدوية وشركات الطاقة والكهرباء والمستشفيات في مجال الأشعة والتصوير الطبي. فلو بتحب التطبيق العملي وتفاصيل الذرة والنواة والطاقة، ولو عايز تجمع ما بين عالمين مش بيكملوا غير ببعض، فالمناسب ليك قسم كيمياء فيزياء.